مساكم الله بالخير. وإن شاء الله العنوان موجود قدامكم. سنقف وإياكم وقفة عن فوائد الحلتيت. طبعا الحلتيت هو صمغ الانجذاب، وهي شجرة تشقق لحاؤها فيخرج منه مادة صمغية، فأول ما تخرج تكون بيضاء، ثم تتحول اللون الوردي، ثم تتحول اللون الرصاصي، وأحيانا تتحول إلى اللون البني. رائحة الحلتيت هي رائحة قوية جدا نفاذة، يعني له رائحة قوية عجيبة، ولذلك يستعمله بعض المعالجين في مسألة طرد الجان أو أذية الجن. يعني سواء كان صحيح أو كان خطأ، القضية أنه له رائحة نفاذة، والجن لهم أرواح لطيفة لا يحبون الروائح النفاذة سواء كانت جيدة أو سيئة، يعني مثل العطر أو الطيب أو البخور أو الحلتيت. في كل الأحوال هذه يكرهونها لأنهم أرواح لطيفة، وهذه روائح صاعقة قوية نفاذة تدخل إلى الجسد. المهم، صمغ الانجذاب ويسمى بالحلتيت، وقد عرفه القدماء ولا زال الناس يتعالجون به إلى يومنا هذا، وله فوائد كثيرة جدا جدا جدا. من أهم هذه الفوائد طبعا هو صمغ راتنجي في الأخير يجف، لكن في بداياته يكون سائل. في البدايات يكون كالحليب الثقيل، ولونه يميل للبياض ثم الوردي كما بين، ثم يكون إلى اللون البيج، ثم يعني إذا استمر أو خزن طويلا يتحول اللون الأسود. من أقوى فوائده أنه يقضي على التسمم ويقضي على البكتيريا. البكتيريا الضارة. طبعا الجسم فيه بكتيريا نوعين: بكتيريا نافعة وهي الهاضمة، وبكتيريا ضارة وهي المسببة عسر الهضم والآلام والتسمم والإسهال. وإذا أصيب الإنسان بالتسمم ما عليه إلا أن يأخذ قطعة من الحلتيت مقدار حبة الفستق الصغيرة ويذيبها في ماء ويشربها، فإنه يقضي على التسمم بشكل كبير جدا. بل يحدثني أحد رجال الأعمال يقول: كنت في سفر وكنا في بريطانيا، وكان هناك رجل يعني من الشخصيات الكبيرة جدا، فيقول كان إذا دخلنا في مكان وأكلنا، طبعا أكثر ما يسكن في الفنادق اللي هي 7 ستار 7 نجوم أصلا، فكان يخرج من جيبه علبة صغيرة وفيها كور صغيرة ويبلعها. فقلت له: يا طويل العمر، عطنا من ذي اللي معك، أنت قاعد تاكل شكلك تاكل مقويات ولا فيتامينات. قال: لا، هذا حلتيت استفدت من أمي، لا أسافر إلى بلد إلا والحلتيت في جيبي فآكل خشية التسمم. طبعا هذا الرجل عمر يعني إلى أن تجاوز يمكن 87، فيعني حفظ الله صحته بهذا العلاج الذي استفاده من أمه. المهم، الحلتيت مجرب كثيرا، بل الوالدة حفظها الله مجرد أن تسافر لأي مكان يكون مع الحلتيت في الشنطة، مجرد يتغير عليها الماء أو الأكل تأخذ الحلتيت. وجربناه طبعا لعلاج اضطرابات الباطنية، ونفع الله به نفعا عظيما، وله فائدة كبيرة جدا جدا. طبعا من فوائد الحلتيت القضاء على جرثومة المعدة. طبعا جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا التي تستوطن المعدة في حد معين فما يكون لها أثر، فإذا تناول الإنسان بعض الأغذية الملوثة نشطت جرثومة المعدة وتحولت إلى بكتيريا ضارة تسبب الغازات والانتفاخات والحرقان والحموضة والارتجاع وسرعة في نبضات القلب، ويعني أشياء غريبة وروائح منتنة تخرج من الفم، وأحيانا ممكن تسبب نوع من الوسواس، نوع من الهلع، من الفوبيا، من التوتر، وقد يعني يصاب الإنسان بالخوف من مرض القلب، يتوقع الذي أصيب به مرض قلب، وهي جميعها أعراض جرثومة المعدة. ويعني من أبرز أعراضها كما ذكرت انتفاخ البطن ورائحة منتنة تخرج من الفم، مع وجود بعض الانتفاخات والغازات والخمول واضطراب في نبضات القلب، عدم انتظام في نبضات القلب. طيب، كيف نستعمل الحلتيت للقضاء على جرثومة المعدة؟ طبعا طبيا يصرف للمريض 3 أنواع من المضادات الحيوية إذا كانت الحالة قوية، وبعض الحالات مع إعطاء مضادات الحموضة. إذا كانت الحالة أقل ممكن يعطى نوعين من المضادات اللي هي مضادات حيوية كيميكال، لكنها ممكن تسبب إما تقرح في المعدة، وممكن تزيد في الارتجاع، وممكن تسبب التهاب في فم المعدة. الطريقة السهلة والعلاج السهل البسيط اللي ممكن أنت تعالج بنفسك هو كورس لا يتجاوز في الغالب 6 أيام.
تأخذ المرة اللي تكلمت عنها بالأمس وعن فوائدها، وهي المرة اللي لونها أصفر. تأخذ كسرة مقدار حبة الفستق الكبيرة، وتطحن وتوضع في كوب ماء زمزم وتشرب على الريق. من الغد، لأن المرة مضاد حيوي، من الغد نغير، لأن الجرثومة تتعرف سريعا وتبدأ تقاوم. لماذا؟ كيف تعمل هي؟ تخترق المادة المخاطية التي في المعدة لتختبئ من العلاج، فمجرد أنه يأتي غذاء أو طعام تخرج لتأكل، فهي إذا استعملت المرة تختبئ. من الغد يكون عندك حلتيت أو صبغ الانجذاب مقدار حبة الفستق الكبيرة، وقد أذيب في ماء زمزم ويشرب على الريق، فيكون عندنا يوم مرة ويوم حلتيت. غالبا ما نتجاوز 6 أيام إلى 8 أيام وتنتهي الجرثومة بدون آثار جانبية بشكل كبير جدا جدا جدا. طيب، هذا في علاج جرثومة المعدة. علاج التسمم نفس الطريقة. طبعا علاج التسمم له طرق كبيرة في العلاج، كثيرة. ممكن نستعمل خل التفاح ملعقة كبيرة وتوضع في كوب ماء وحبذا ماء زمزم وتشرب، ويقضي بإذن الله على التسمم. الحلتيت ممتاز جدا، مقدار حبة الفستق تذاب وتشرب في ماء زمزم وتقضي على البكتيريا المسممة التي تناولتها أنت في الطعام، لأن الطعام يكون فيه خلل في تركيبته، أو أنه تعرض إلى جراثيم، أو أنه تعفن فأكلته فتسممت. فيكون عندنا طبعا العلاج الثاني القضاء على جرثومة المعدة. أولا طبعا ذكرنا القضاء على التسمم، بل حتى اللي يشربون سحر يكون مشروب أو مأكول، لأنه يستعمل السحرة في نوع من البكتيريا أو الفيروسات، فممكن أيضا يستعمل حتى لإخراج السحر المأكول أو المشروب. نأخذ نفس الطريقة، مقدار حبة الفستق أو يكون ملعقة صغيرة مملوءة وتذاب في كوب ماء زمزم ويشرب. يفضل على الريق تكون المعدة فاضية.